السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل النهارده صينيه بطاطس بالفراخ في الفرن، سهله جدا وبسيطه قوي، وكلنا طبعا شاطرين. هي بندي بس الافكار لبعضينا. الفراخ احنا متبلينها قبل كده، متبلينها بقى وحاطينها في الفريزر، متبلينها قبليها بساعتين زي ما انت عايزه، بس تتبلي الفراخ قبل ما تحطيها في صينيه البطاطس بتفرق قوي وبتبقى طعمها حلو جدا. طبعا طماطم، شويه طماطم كده معصورين حلوين، وملح وفلفل وثوم وبصل وقرن فلفل. فلفل بقى حامي، فلفل دلع، المهم ان انت تحطي فلفل، بيبقى بيدي طعم حلو قوي في صينيه البطاطس. وهنقلبه كله مع بعضيه. انا بحب احط في البطاطس شويه زيت، ما بعملهاش بسمنه. الزيت بيبقى خفيف وبيدي لمعه في صينيه البطاطس وبيبقى حلو قوي. جربيها كده. وهنحط البطاطس بعد كده اهوت مع بعضيه، تقطعي البطاطس زي ما انت عايزه، مكعبات، مربعات، زي ما انت عايزه حطيها. وهنقلبهم كلهم مع بعض، سهل قوي، جميلة جدا. ماشي. وبعد كده هوت هنرص الفراخ عليهم اللي احنا متبلينها. صدقيني بتفرق جامد جدا لما تتبلي الفراخ بره من الاول. وهنحطهم في الفرن وهي هتستوي. منظرها جميل قوي وسهلة جدا وبسيطة خالص. بالهنا والشفا. يلا سلام.